نشرت السياسة الخارجية مقالا قالت به: قارن بين مركز إعادة التأهيل والتعليم الثقافي الذي أنشأته الحكومة الصينية في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية مع معسكرات الاعتقال على مدى التاريخ في الدول الأخرى، بحيث وصل عدد الأشخاص إلى الملايين، وكان أكبر المعتقلات في عهد ألمانيا النازية، بحيث وصل عدد المعتقلين اليهود إلى 7 ملايين أثناء الحرب العالمية الثانية. ووفقا لآخر الأخبار تم اعتقال واحتجاز 19,300 شخص في مقاطعة زينهي في إكسو بمنطقة شينجيانغ، ومعظمهم من الذكور، منهم 154 موظفا من موظفي الخدمة المدنية وموظفي البنوك وإداريين ومعلمين، والباقي غالبيتهم مزارعين. وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن مشكلة الجوع العالمية قد تدهورت في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى الصراعات والكوارث الطبيعية مثل تغير المناخ والجفاف. ووفقا للتقرير في عام 2017 كان هناك 151 مليون طفل دون سن ال5 يعانون من التقزم في الارتفاع، وكان هناك 51 مليون طفل يعانون من زيادة الوزن. وتمثل الصين نسبة كبيرة، بحيث تشتد خطورة الجوع للعاملين لحسابهم الخاص والمزارعين. يرغب الإيغور الذين يعيشون في فنلندا في السماح للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والعالم بمعرفة المزيد عن سلسلة جرائم الحكومة الصينية المعادية للإنسانية والمخططة ضد الإيغور في تركستان الشرقية، مثل التنمر وانتهاكات حقوق الإنسان والإبادة الجماعية وغيرها الكثير، وذلك في مبادرة السير على الأقدام من عاصمة فنلندا هلسنكي إلى العاصمة الفرنسية باريس في الأول من أكتوبر، الذكرى 69 لاحتلال تركستان الشرقية من قبل الغزاة الصينيين، احتجاجا على الحكومة الصينية. أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وكندا عدة جولات من المفاوضات لمحاولة إعادة صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وذلك من خلال حل النزاعات المتعلقة بالتجارة على مستوى أعلى، ولكن فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي يوم الجمعة الماضي. وفي الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات إلى طريق مسدود، زاد الرئيس الأمريكي ترامب من رهانه وهدد بالتخلي عن الاتفاق التجاري الثلاثي، وصاغ اتفاقية تجارية ثنائية مع المكسيك، مما يرغم كندا على تغيير مسارها أو قبول الديناميات التجارية. ولهذه الغاية أبلغ ترامب الكونغرس رسميا أنه ينوي توقيع اتفاقية تجارة حرة جديدة في أمريكا الشمالية مع كندا في غضون 90 يوما، على الرغم من أن المفاوضات التجارية قد تستأنف يوم الأربعاء، إلى أن كندا اختلفت مع الضغط الأمريكي المستمر على استراتيجيتها، وأوضحت أنها لن توقع اتفاقية ما لم تكن مفيدة لمواطنيها. أعلنت الخطوط الجوية الجنوبية الصينية رسميا عن قرارها بإعادة تشغيل الرحلات من أوروميتشي في شينجيانغ إلى تركيا 3 مرات في الأسبوع، ووقعت اتفاقا مع جمعية إدارة الفنادق التركية توروب، وتستعد شركة الطيران الصينية هاينان أيضا لتشغيل نفس الرحلات.